لان كلما كانت الماستر بلان مربعه 900 متر في 800 متر، زي مثال دي باي بتاع تطوير مصر، ماستر بلان محترمه جدا. ويا سلام لو المطور عامل فيها ايه؟ نسبه الفيلا اعلى من نسبه الشاليهات كمان، يعني هي مربعه فالفيلا الاكتر، والشاليهات في الجنب كده قليله بنسبه 80% 80% فيلات و20% شاليهات. يا ده الكثافه السكانيه جوه قليله، ده الفوت برنت المساحه البنائيه قليله كمان. فالمشروع مرتاح. تدخل مشروع وانت عينك مش شايفه زحمه وكربسه، تدخل مشروع وانت عينيك جايبه لاجونز كتير وعشان الساحل يعني. وهنركز في نسبه اسمها الفوت برنت، المساحه البنائيه للمطور باني على كام جوه. الوزاره طلع قرار من الوزاره ان كل المطورين عليك انك تلتزم بنسبه بنائيه 17 الى 18% بحد اقصى. في مطورين بيعملوا كانوا 20% الفوت برنت بتاع المشروع. طيب دي حاجه لطيفه جدا. ونسبه التحميل كمان، يعني نسبه تحميل البيت كانت في مطورين. عارف يعني ايه نسبه تحميل بيت؟ يعني انت مثلا شاري 100 متر وفي مطور حاطط 25% نسبه تحميل، في مطور حاطط 30 و35% نسبه تحميل. يعني ايه نسبه تحميل؟ اللي هو محمل عليك المنافع والسلم والكوريدور، فكل دول بيتحطوا في نسبه ويتخصموا من ال 100 متر اللي انت شاريهم مثلا. فتلاقي انت شاري 100 متر مصفي 60 متر مثلا. تمام؟ في مطورين وعلى فكره اسامي كبيره واخده النسبه العاليه دي. طيب سي شور بقى الفوت برنت 14%، نسبه قليله جدا صح؟ يعني جوه لاجونز كتير، مساحات خضراء كتير، كثافه سكانيه. الكثافه السكانيه دي بقارنها ازاي؟ عدد الفيلات فيرسس عدد او مقابل عدد الشاليهات 60% 40%. برضو اديله فيها 7 8 من 10، لطيف جدا يعني حلو. يبقى انا عندي عمق في عرض معقول، عندي كثافه سكانيه للفيلات مقابل الشاليهات، الفيلات اعلى فالكثافه جوه هتكون اقل. عندي من منسوب صفر سطح البحر لحد 33 متر، دي مصطبه. معظم الماستر بلان او الماستر بلان بتاعه المطورين في الساحل الشمالي بقوا دلوقتي يعملوها على مصاطب عشان ياخد تميز لمعظم الوحدات اللي موجوده سواء فيلات او. بس ركز معايا بقى، ركز بعين العقل كده. انا مش هقول لك ان الشاليه ال 300 400 متر من البحر ورا وعلى مصطبه يا سيدي فول سي فيو. انا مش هقول لك كده بالعقل. انت على بعد 400 متر يا سيدي على مصطبه مفيش مشكله، هتشوف البحر خط خلاص، فبقى اسمه بارشال سي فيو. عايز تاخد فول سي فيو، في بعض من المطورين انا بنتكلم عليهم برضه عامل شاليهات جنب البحر. دي رؤيه واضحه للبحر، بس من فضلك ادفع ثمنها او تكون قد ثمنها. انما ما تكونش عايز فول سي فيو وعايز الشاليه ب 8 9 مليون يا سيدي اقساطها على 10 سنين ومتربس دماغك على كده. طيب لو انا ما اديتلكش السي فيو، يبقى تكمله لموضوع المصطبه من 0 ل 33 متر، المرحله بقى اللي نازله جديد في هايد بارك سي شور مرحله ووتر سايد. المرحله دي جنب لاجون تاون. طيب ووتر سايد دي بقى نعمل زوم ان على الماستر بلان ونخش جوه المرحله كده ونشوف ايه ووتر سايد دي. اسمع بقى، اسمع من فضلك يا اللي عايز تستثمر ويا اللي عايز تسكن تصيف، يكون السكند هوم دلوقتي والفيرست هوم بعدين، لو انت شفت الفيديوهات بتاعت حدوته الساحل الشمالي والكلام ده. طيب ووتر سايد كل المباني على لاجون سويمبل، مش بول، يعني ميه اللاجون جايه من البحر. رقم واحد، بعوض لك البحر بالمعنى اصح يعني. رقم واحد، كل المباني باصه على اللاجون. رقم واحد، كل الوحدات اللي موجوده في المباني
من 2 نوم 1 بيدروم 3 نوم، بص على اللاجون. يعني الشقة واخدة الدور كله، مش واخدة نص المبنى وفي شقة في ظهرها، فيبقى في وحدات بص على البحيرة ووحدات بص على الشارع. دي نقطة مهمة جدا بتشوفها في أي وحدة عايز تشتريها في أي مبنى. فالوحدة واخدة الدور كله، فالوحدة اوتوماتيك شايفة اللاجون، كل المباني على اللاجون، مش ظالم أي مبنى. نسبة التحميل ركز معايا 14% اللي احنا لسه قايلينها. أسعار. طب قبل ما أقول أسعار، ال 250 ده انت خدتني في الكلام كده، ال 250 ده فيه انشاءات. اللي هيكلمني وهيتواصل معايا هبعت له الكونستراكشن فيديو. يا سيدي صدقني انا بقول لك في نسبه انشاءات محترمه جدا. باني، ايوه. طيب في انشاءات، في ايه تاني؟ الكبانز او الكباين والكلاب هاوس فولي اوبريتد. الكباين اوبريتد باي ماكاي، اوتيل اسمه ماكاي. طيب لطيف جدا. يبقى ووتر سايد ثقه ان انا اشتري فيها من اسم مطور، من انشاءات في ارض الواقع، من مرحله جديده لسه نازله، لونش جوه ارض شغاله او تسليماتها اخر السنه دي. مشروع اتطرح 2022، مشروع اتطرح 2022، الناس هتستلم اخر 25، فسلم حضرتك قبل المده ب6 شهور، وده محترم جدا في انشاءات الساحل الشمالي اللي احنا عارفين ان هي بتكون صعبه شويه وغيره وغيره وغيره. طيب ايه تاني؟ كل المباني بص على لاجون، شقه واحده في الدور، فوت برنت 14%. اول سعر للمرحله دي الجديده، اول سعر المرحله يا انفستر، 1 بيدروم 65 متر على ما اتذكر، 2 بيدروم 86 متر، 3 بيدرومز 120 متر. ودي المساحات البيعيه بتاعت الساحل. يعني الناس ما بتحبش هو شاليه في الاول في الاخر انا بروح فيه وبتاع. لو انا عايز ارتاح قوي اخد الفري بيدروم ال 120 متر وابقى براحتي. طيب المقاييس اللي احنا قلنا يا انفستر ان انت تختار عليها، اولها سعر اول طرح في مرحله جديده نازله او في ارض جديده لديفلوبر جديد نازل، سعر اول طرح عشان يحصل برايس ابريشيشن. طب انا قلت لك ان هايد بارك بتعمل ايه؟ بتطرح بعد المرحله اللي هتنزلها اللي احنا بنتكلم عليها دي بيلدينج، فزياده الوحده بتاعتك متعارف عليها خلاص في هايد بارك بالذات. ادي رقم واحد. الاسعار مش موجوده ليه بقى؟ ثانيه واحده، انا ممكن اقول لك احلى سعر واحلى مشروع واحلى، انا ما بقولش كده، انا بقول لك فرصه دلوقتي موجوده، لان في مشاريع كتير انا مطلع عليها ولسه هنزلها لحضرتك، بس دي من الفرص اللطيفه اللي موجوده. طيب ال1 بيدروم متوسطه مع اسم اقارنه بهايد بارك من 8 ل 10. اوكي، من 7.5 يا سيدي ل 10. طيب انا نازل بال1 بيدروم ال 65 متر بكام؟ 6 مليون. انا نازل بال2 بيدروم كام؟ 8 مليون. انا نازل بال3 بيدروم كام؟ ب 10 مليون. بيمنت بلان يا انفستر. فاكر الفيديو اللي قلت لك عليه؟ انت من مصلحتك على فكره تدفع قليل وتقسط كتير والكلام ده. طيب تعالى كده اقول لك البيمنت بلان ايه. 3.5%، هو يعني 3.8، فخلينا نقفل يعني نقفل الرقم يا سيدي. 4% مقدم، و4% تانيين بعد شهر، و9% في اخر السنه اقساط. مرتاحه قوي، مرتاحه. طيب المرحله دي مهم ليك يا انفستر ان انت تخش فيها، مهمه جدا. يا اند يوزر كسكن، لو هعمل زوم ان هنا، كل اللي انا قلته لك من شقه واحده في الدور، يعني الغرفه الواحده واخده، تخيل، واخده الدور كله وما فيش، ومش باصه باك، باصه على لاجون ب6 مليون.
عارف انا ليه بقول لك فرصه؟ لان اللي انا بقوله لك ده في الساحل اللي احنا عارفينه مش بالسعر ده،